مسا مسا على حبايبي واخواتي الحلوين اللي بحبهم في الله، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هندلع الولاد الصغيرين الحلوين ونعمل لهم كوكيز بمكعبات الشوكليت. زليهم طبعا ها، واعملي بقى الكمية بتاعتك كلها، واللي يسمع الكلام بس المؤدب هو اللي تديله واحدة. خليكي كده مامي مسيطرة. تعالوا بينا كده بقى نشوف الطريقة والمقادير. سهلة جدا بمكونات بسيطة كلها موجودة عندك في البيت. تعالوا كده هنجيب بولة زي ما حضراتكم شايفين. تمام. انا هعمل الكمية معايا هتكون نص كيلو. تمام، نص كيلو من الدقيق. نص كيلو دقيق ده بقى بياخد ايه؟ 250 جرام من السمنة او زبدة، او الاتنين مع بعض عادي، و250 جرام من السكر. تمام، هيبقى 500 جرام من الدقيق على 250 جرام من السمنة أو الزبدة، و250 جرام سكر. تمام. هنزل بالزبدة بتاعتي عليها السكر وافضل اقلب فيهم كده لحد ما يوصل معايا القوام يبدأ يفتح سنة صغيرة. بعدين هروح نازلة بثلاث بيضات وعليهم ظرفين من الفانيليا. تمام كده، وابدأ ادمجهم مع بعض لحد ما القوام يوصل معايا كده لونه يفتح شوية ويكون كريمي معايا. تمام كده، زي ما هتشوفوا قدام حضراتكم دلوقتي هيكون القوام تقل معايا سنة. تمام، هفضل اقلب كده زي ما انت شايفه قدام حضرتك كده. ست الكل، الطريقه سهله وبسيطه وبالمضرب اليدوي، ولا عجان بقى ولا مضرب كهرباء ولا اي حاجه من الحاجات دي. هبدا انزل بقى بعد ما القوام بقى كريمي معايا زي ما شفتي قدام حضرتك، هبدا انزل بقى بالدقيق كده تدريجيا. الدقيق هحط عليه ذره من الملح صغيره جدا، ومعلقه ونص معلقه صغيره كده من البيكربوناتو. تمام، البيكربوناتو بتدي طعم خطير جدا للكوكيز، وهي اللي يعني بتديكي نضغه كده بتحسسك بطعم الكوكيز فعلا. هنزل بالدقيق تدريجيا زي ما شفتي قدام حضرتك كده، وابدا اقلب بالمعلقه. تمام، انا هعجن بايدي بس الملمس بيبقى الكوكيز طبيعته العجينه بتبقى سايحه. تمام، ففي البدايه كده بتقلبي بالمعلقه، بعد كده بقى بتبداي تلمي العجينه بايديكي زي ما انت شايفه حضرتك كده. عايزاكم بقى ما تنسوش تصلوا على من أنار الكون توحيدا وإيمانا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. وطبعا مش هفكرك ما تنسيش اللايك الجميل بتاعك اللي بينور الصفحة بتاعتي وبيشهيصني كده ويحفزني ان انا انزل لك فيديوهات اكتر واكتر، ومتابعة للصفحة بقى لو انتي مش عاملة. زي ما شفتوا كده بقى نزلت بالدقيق تدريجيا لحد ما لميت العجينة خالص، والملمس بيبقى معايا ايه سايح شوية كده. قسمت العجينة بتاعتي جزئين. تمام، عشان انا هعمل جزء بقى بني بالشوكولاتة وجزء هيبقى ابيض. تمام كده، جبت معلقة من الكاكاو الخام، عليهم كده معلقتين صغيرين كده من النسكافيه بلاك. تمام، او الجولد الاتنين واحد. وهنزل عليهم كده بمعلقتين من اللبن، او هي المفروض معلقة لان الخليط جه معايا سايح سنة، فاضطريت ان انا اضيف معلقة من الدقيق. تمام، قلبت كده الكاكاو مع النسكافيه مع الحليب لحد ما ان انا ايه سيحتهم كده مع بعض، ونزلت بهم على جزء من الكوكيز بتاعي، وهبدأ ان انا المهم مع بعض. هنا لقيت العجينة معايا سايحة جدا، فاضطريت ان انا اضيف معلقة من الدقيق. تمام، دي المعلقة دي هتظبط معايا العجينة، يعني هتظبط معايا الملمس بتاعي جدا. هبدأ ان انا الم كده لحد ما ايه الدقيق بتاعي يختفي، ونشوف هنعمل ايه تاني. طريقة سهلة جدا ومكوناتها بسيطة جدا جدا، والولاد بيفرحوا بيها. واعملي فيهم بقى اللي انت عايزاه. تمام، يعني اللي ما يسمعش كلامك، بصي تعملي له الكوكيز ده هيسمع كلامك على طول ويعمل واجباته من غير ما يتعبوكي ولا يبهدلوكي. حاجة سهلة وبسيطة جدا ومكوناتها موجودة عندك، هتفرحيهم وهم كمان هيفرحوكي ان هم يعملوا حاجتهم وواجباتهم ويكونوا ايه شطورين كده وعسولين. تمام كده. لميت العجينة بتاعتي الشوكولاتة والعادية، وجبت هنا بقى مكعبات شوكولاتة. تمام، هبدأ ان انا ابشرها كده بالسكينة، هقطعها كده قطع صغيرة خالص مكعبات، وهبدأ ان انا ادمجهم كده، ادمج جزء في العجينة دي وجزء في العجينة دي. تمام كده. في الحتة دي بقى هستغنى على الشوكولات شيبس اللي بيكون على وش الكوكيز، اللي بقى لو متاح عندك عادي حطيه، بتكون حلوة برضو. بس انا هستكفى كده بالمكعبات الشوكولات اللي جوه الكوكيز. تمام،
هبدأ ان انا اشكله بقى. طريقة التشكيل مفيش ابسط ولا اسهل منها. ليه بقى؟ لانها بتتعمل بطريقة عشوائية. ممكن تلفيها كده زي ما انا بعمل متساوية، او ممكن تحطيها من غير ما تسويها. المهم الكرات بتاعتك تكون قد بعضها، تكون متساوية، ما تكونش قطعة صغيرة وقطعة كبيرة. هبدأ ان انا ارصهم كده في الصينية بتاعتي زي ما انتوا شايفين. الكوكيز طبيعته في التسوية بياخد شكل مدور، تمام؟ يعني انتي لو حطيتي العجينة بتاعتك بشكل عشوائي كده بدون ما تكوريها على ايدك، هي كده كده في التسوية العجينة بتظبط نفسها وبتاخد الشكل الطبيعي بتاع الكوكيز. تمام، زي ما شفتوا كده القطعة الأخيرة دي أنا حطيتها كده بطريقة عشوائية. تمام، وهتشوفوها معايا في التسوية الشكل كله واحد. اللي أنا بحطها كده بطريقة عشوائي طالعة واخدة شكل الدايرة زي اللي أنا مسوياها كده على ايدي. تمام كده، طريقة سهلة جدا وبسيطة، ما بتاخدش منك وقت في التجهيز ولا في التشكيل، ومكوناتها متاحة في كل بيت. أتمنى الطريقة بتاعتي تكون عجبتكم، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله على خير. مع السلامة.